السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد إبراهيم وأهلا بطلاب جريد 5. والنهاردة هناخد يونت 1 كونسبت 3 ليسون 3، وهناخد درس بعنوان هابيتات لوس. وأول حاجة هناخدها معانا زي ما احنا شايفين في الصورة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن حبة شعاب مرجانية أو بتمثل إيكو سيستم في الأوكيان. هناخد فيها حبة حاجات، يعني مثلا إحنا عندنا لو ده دلوقتي هابيتيت لبعض الحيوانات أو لبعض الكائنات الحية living organism، فده لو هو healthy habitat إيه اللي بيحصل؟ هاقول لك أنا دلوقتي إن الhealthy habitat ده مهم أوي للorganism في الfood web. طب ليه؟ لو قال لي give reason هنقول له علشان هو بيوفّر لهم إيه، provide إيه، بيوفّر لهم حاجات كتير أوي زي الair، الfood، ممكن كمان الwater، الshelter. يبقى because they provide organism with resource that they need to survive as air وfood وwater وshelter. يبقى علشان النظام ده أو الهابيتات ده بيكون مهم جدا ليه في الفود ويب، علشان هو بيوفر للأورجانيزم إيه بقى المصادر اللي هو بيحتاجها علشان يظل على قيد الحياة، اللي هي resources that they need to survive، زي مين؟ الاير، الفود، الووتر والشلتر. طيب عشان كده بقى احنا بنقول ان كل سبيشيز بتاخد الاحتياجات بتاعتها، النيدز بتاعتها علشان تبقى على قيد الحياة. وده لو حصل بيبقى فيه enough food for each organism in food web، لان احنا عارفين ان كل species بتاكل species تانية، يعني كل نوع في الكائنات الحية دي او في اللايف اورجانيزم سواء كان في الاوكيان او الديزرت او اي مكان حتى بياكل كائن حي اخر. فلو كل واحد اخد الاحتياجات النيد بتاعته هيبقى ايه اللي هيحصل؟ هيبقى always be enough food for each organism in the food web. بعد كده كمان بيقول لك ان when this habitat are destroyed، لو هي بقى اتدمرت الاماكن دي خلاص اتدمرت، ايه اللي هيحصل؟ different organism may be not be able to survive. يعني احنا دلوقتي لو عندنا المكان ده اتدمر بسبب مثلا تلوث او اي حاجة، ايه اللي هيحصل؟ different organism may not be able to survive، مش هيعرفوا يظلوا على قيد الحياة. طيب دلوقتي عندنا مثال على الاكزامبل بتاع الهابيتات لوس in a coral reef system. عارفين الكورال ريف سيستم اللي هو ده كده اللي هي الشعاب المرجانية، كورال ريف سيستم. الكورال ريف ده عايزين نعرف عنه حبة حاجات، ان هو بيبقى ايه؟ some of the most divers اللي هم الغواصين في في ال valuable ecosystem on earth. بعد كده كمان هو بيوفر food and shelter for large number of fish and other marine organism. يعني هو بيوفر غذاء ومأوى أو مكان يعني بتعيش فيه عدد كبير قوي من الفيش and other marine organism والكائنات الحية اللي بتبقى في المحيطات. وهو كمان مهم قوي للتوريزم، للسياحة. كنا بنشوف كتير قوي ناس بتنزل كده ببدلة غطس بيعملوا حاجة اسمها دايفنج علشان يشوفوا المنظر ده، فبينهم بيبقى كتير بقى سياح وكده، فده مهم جدا للتوريزم، للسياحة. طيب شايفين ألوانهم عاملة ازاي؟ لونهم كده بيميل كله للريد، للأحمر، لكن بقى في فترة بيبقى لونه كده. إيه ده؟ ليه بقى لونه عامل كده ليه؟ أقول لك بقى. لما الووتر بتبقى very warm very warm very warm دافية جدا، coral reef will get rid of the algae living in their tissue. الكورال ريف دي هتعمل ايه بقى؟ هتخلي الالجاي اللي هي بتعيش في الانسجه بتاعتها خلاص تمشي. طب ده هيعمل ايه؟ it make coral reef turn completely into white، هتتحول كلها باللون الابيض زي ما احنا كده ايه شايفين. طيب
طب وده هينتج عنه إيه؟ إيه الresult بتاعة الcoral bleaching اللي هو التبييض يعني بتاع الcoral؟ أول حاجة fish and other marine that depend on coral reef for food and shelter may die or move to another habitat. لو في دلوقتي fish كانت قاعدة في المكان ده معتمدة إن هي تتغذى في المكان ده عليها، لقيتها كده أهو خلاص ما بقتش مفيدة، هتعمل إيه؟ يا هتموت لا إما هتعمل move to another habitat، هتروح مكان تاني. طيب والpeople that depend on coral reefs and for food will be negatively affected، هيتأثروا تأثير سلبي. طب هم ليه مش هيموتوا؟ عشان أكيد هم عندهم مصادر غذاء تانية، فهم مش اللي هو لدرجة إن هم يموتوا، بس هيتأثروا تأثير سلبي لأن هيفقدوا مصدر غذاء. تمام. طيب عندنا كده كام ملحوظة عايزين نقولهم عن إيه؟ عن التأثير بتاع الهيومن على الإيكو سيستم. هل الهيومن activities can affect the ecosystem؟ by إيه طيب بقى؟ أول حاجة building up more buildings. تمام؟ طيب وإيه تاني؟ تاني حاجة throwing waste materials in water، ودي مهمة جدا وهنشوفها دلوقتي مع بعضينا. يعني إن هم بيرموا اللي هي الويست ماتيريالز المواد اللي هي ملهاش بقى لازمة وملهاش أهمية والنفايات وكده في الووتر، أكيد ده بيدمر الدنيا. وكمان over fish in sea and oceans اللي هو الصيد، بس مش أي صيد، ده الصيد الزيادة over fishing in seas and oceans، لأن الصيد الزيادة ده هيخلي إيه؟ هيخلي إن ممكن الهيومن يقضي على سبيشيز كامل، فالسبيشيز اللي وراه مش هيلاقي حاجة ياكلها، فده يدمر الفود ويب ويدمر الايكو سيستم كله. تمام. طيب عندنا قلنا حتة كده مهمة بتاعت الويست ماتيريال وقلنا هنشوفها مع بعض. زي مثلا ايه الويست ماتيريال؟ زي البلاستيك. ممكن مثلا يبقى فيه هيومن ماشي على الشط كده ولا حاجة وبيشرب عصير في بلاستيك ويقوم جاي ايه رميها في الميه، فده بيعمل حاجه اسمها بلاستيك بوليوشن اللي هو التلوث الناتج عن البلاستيك. وده بصوا منظره اكياس بقى، هي شيبسي واكياس وبلاستيك وازايز. طب ما كل ده بيأثر في ايه؟ هنعرف بقى دلوقتي. اول حاجه بيأثر فيها ان ممكن البلاستيك ده يعمل ايه في الكائنات؟ ده ممكن ياكلوه ويفكروا ان هو الفود بتاعهم. الله، ازاي ده؟ تعال نشوف مع بعض. أهو sea affect marine life where whales with sea turtles with sea birds and the fish cannot often differentiate between real food and plastic. الكائنات دي مش بتعرف تفرق بين الريال فود الأكل الحقيقي والبلاستيك، فلما بتلاقي البلاستيك بتاكله على أساس إن هو غذائها. تعال نشوف أهو. Sea turtles can differentiate between a jellyfish. عارفين الجيلي فيش فهي اصلا بيبقى شكلها شبه البلاستيك كده في الميه and plastic، مش عارفه تفرق ما بين الجيلي فيش وما بين البلاستيك. so it eat a lot of plastic and get harmed، فبتتاثر بالسلب وبتتاذى علشان بتاكل كميات كبيره من البلاستيك وهي مفكراها الغذاء بتاعها. الكميات الكبيره من البلاستيك دي اولا طبعا مش هتفيدها، ثانيا هتبوظ لها الانسجه بتاعتها لما تيجي تاكلها التيشو بتاعتها من الداخل. فكل ده بيؤدي إلى إيه؟ إن هو يعملها جيت هارمد. يبقى أكيد إحنا المفروض ما نرميش البلاستيك ده في الووتر. طيب وإيه تاني؟ كمان الكورال ريفز harmed by feeding on plastic due to the effect of UV ultraviolet rays which break down the plastic into microplastic which look like the food of coral reef. بيقول لك إن البلاستيك ده بيتقطع لقطع صغيرة جدا 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 أهو. فين؟ مايكرو بلاستيك which look like اللي هي بتشبه قوي look like إيه بقى؟ الفود اوف كورال ريف، فبتشبه الفود اوف كورال ريف فيقوم جايين إيه؟ واكلينه، فبرضه يصيب هارمت. طيب تعالوا نشوف الأسئلة اللي على الدرس ده. worksheet 3
أول سؤال عندنا choose the correct answer عبارة عن سؤالين هنا وسؤالين كمان هنا. بعد كده عندنا write the scientific term عبارة عن 3 أسئلة بس. بعد كده complete وهم عبارة عن 4 أسئلة بس. وبعد كده give reason for عبارة عن سؤالين. عايزكم تحلوهم وأشوفكم الحصة اللي جاية في الفيديو اللي جاي ونحل مع بعض الواجب بتاع الدرس ده. كان معاكم مستر أحمد إبراهيم، ولو في أي حاجة مش فاهمينها أتمنى تسيبولي كومنت وهرد عليكم في أسرع وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.